اهلا بيكم في التايم لاين. لو انت تسعيناتي او تمانيناتي بقى زي حالاتي، احب اقول لك ان الفيديو ده عن بداية انتاج واحد من اهم مضادات الاكتئاب اللي بيستخدمها شباب الجيل بتاعنا. يا عم هو انت عشان صيدلة هتدخلنا بقى في مضادات اكتئاب وادوية؟ فاكس الحوار ده يا اسطى. استنى بس يا عم، مضاد الاكتئاب ده مش دواء. امال ايه؟ زي الأيام دي من 135 سنة، وفي يوم 8 سبتمبر سنة 1888 انطلقت مباريات أول أسبوع من الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو The English Football League، واللي انشق عنه بعد كده البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي الممتاز. إيه ده؟ يعني هو ما كانش بريمير ليج من الأول؟ طب مين صاحب الفكرة؟ وجات إزاي؟ لحظة بس. بص يا صاحبي، عشان ما نسألش كتير، جهز نفسك لرحلة هنعرف فيها الحكاية من أول سنة 1888 لحد دلوقتي، بس بعد البرومو. في سنة 1885 الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أقر تطبيق الاحتراف للاعبين. قبل كده كانت الأندية بتدفع للاعبين من تحت الترابيزة كده مبالغ صغيرة أو حتى خرطوشتين سجاير بعد المباريات. لكن بعد تطبيق الاحتراف مصاريف ونفقات الأندية زادت، وفي نفس الوقت الموارد قليلة جدا. ليه الموارد قليلة؟ لأنه وقتها ما كانش فيه أي بطولة لها وزنها غير كأس الاتحاد الإنجليزي أو الاف اي كاب. باقي المباريات كانت مجرد منافسات إقليمية على الضيق كده أشبه بالودية. في 22 مارس سنة 1888 الاسكتلندي ويليام ماكجريجور مدير نادي أستون فيلا خاطب مجلس إدارة ناديه وإدارات أندية بلاك بيرن روفرز، بولتون واندررز، بريستون نورث اند، ستوك اللي بعد كده بقى اسمه ستوك سيتي، ونادي ويست بروميتش ألبيون، واقترح عليهم تأسيس دوري. يا ابن اللعيبة، جات له منين الفكرة دي في الوقت ده؟ بعض المؤرخين بيقولوا ان الفكرة دي جات له من دوري الجامعات لكرة القدم الأمريكية، واللي غطته الصحافة الإنجليزية سنة 1887. اقتبسها يعني. سيبك منه يا عم ويليام، سواء افتكستها او اقتبستها فهي فكرة عظيمة. جميلك ده فوق دماغي، من فوق دماغي. في فندق رويال هوتل في مدينة مانشستر يوم 17 أبريل سنة 1888 اجتمع ممثلي الأندية الستة وأسسوا مسابقة الدوري وسموها The Football League. ورغم ان فندق رويال هوتل ما عادش موجود، إلا إنه في لوحة تذكارية في نفس الموقع موجودة لحد دلوقتي لتخليد ذكرى تأسيس الدوري الإنجليزي. وفي يوم 8 سبتمبر من سنة 1888 انطلق أول موسم في الدوري الإنجليزي بمشاركة 12 نادي، كلهم كانوا من شمال ووسط إنجلترا. وكان كل فريق بيقابل ال11 التانيين مرة على أرضه ومرة خارج أرضه، والفائز بيحصل على نقطتين، وفي حالة التعادل كل فريق بياخد نقطة. نادي بريستون نورث اند كان أول نادي يفوز بالدوري الإنجليزي لما فاز بالدوري في الموسم ده بلا هزيمة، وكمان حقق الثنائية لما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم. طب بالنسبة للهبوط، كان فيه هبوط ولا كانت ماشية بالحب؟ الناديين اللي كانوا بيحتلوا قاعة الترتيب في الدوري كانوا بيعيدوا تقديم طلب للالتحاق بالدوري مرة تانية، وفي اجتماع أندية الدوري كان بيتم التصويت على الطلبات دي سواء بقبولها أو باستبدالهم بأندية تانية. في سنة 1892 تم اختيار نادي نوتنغهام فورست ونادي وينزداي اللي بعد كده بقى اسمه شيفيلد وينزداي ونادي نيوتن هيث اللي بعد كده بقى اسمه مانشستر يونايتد. تم اختيارهم للمشاركة في الدوري، وتم زيادة عدد الأندية في الدوري إلى 16 نادي، وال16 دول بقوا هم القسم الأول للدوري الإنجليزي. وفي نفس الموسم تم تأسيس القسم الثاني وتكون من 10 أندية. لكن في سنة 1893 زودوا القسم الثاني إلى 15 نادي عن طريق إضافة أندية ليفربول، ميدلسبرا، نيوكاسل،
روثرهام تاون ونادي وولويتش أرسنال اللي بعد كده بقى اسمه أرسنال كأول نادي من أندية الجنوب ينضم للدوري الإنجليزي. وبعد ما بقوا قسمين لسه الهبوط ماشي بالحب برضه؟ لا يا صاحبي، في سنة 1894 أندية القسم الثاني بقوا 16 نادي زي القسم الأول، ونظام الصعود والهبوط بقى يتم عن طريق دوري بين آخر فريقين في القسم الأول وأول فريقين في القسم الثاني، وسموا النظام ده تيست ماتشز. وفي سنة 1898 اتصادف إن آخر مباراة في التيست ماتشز كانت بين بيرنلي وستوك، وكان التعادل يوصل ل2 للقسم الأول، وطبعا الاتنين اتأمروا عشان المباراة تنتهي بالتعادل. في الوقت ده تم إلغاء التيست ماتشز وعملوا نظام تلقائي بهبوط آخر ناديين في القسم الأول وصعود أول ناديين في القسم الثاني، مع زيادة أعداد الأندية المشاركة في كل قسم إلى 18 نادي. تطورات كبيرة حصلت على نظام المسابقة في أول 10 مواسم، وال10 مواسم دول أندية بريستون، أستون فيلا وساندرلاند تقاسموا السيطرة فيها على لقب الدوري الإنجليزي. في سنة 1905 تم زيادة أعداد الأندية المشاركة في الدوري إلى 20 نادي في كل قسم. وفي الفترة دي من بداية القرن العشرين نجحت أندية جديدة في الفوز بالدوري لأول مرة، زي نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، وزي إيفرتون اللي فاز بالدوري في موسم 1914-1915 قبل ما الدوري يتوقف بسبب الحرب العالمية الأولى. الدوري توقف 4 سنوات ورجع مع موسم 1919-1920، وفي الموسم ده تم زيادة أعداد الأندية المشاركة في الدوري إلى 22 نادي في كل قسم. وفي سنة 1920 تم إضافة القسم الثالث واللي كان بينقسم إلى قسم ثالث شمالي وقسم ثالث جنوبي، تقسيم جغرافي يعني، وكان بيتصعد أول نادي من كل قسم منهم إلى القسم الثاني وبيهبط آخر ناديين من القسم الثاني. الناديين اللي بيهبطوا دول بيتم توزيع كل نادي منهم على القسم الثالث الأقرب له جغرافيا، يعني الأقرب للشمال يبقى في القسم الثالث الشمالي والأقرب للجنوب يبقى في القسم الثالث الجنوبي. الفترة اللي بعد الحرب شهدت استقرار بالنسبة للدوري، والاستقرار جاب تطوير، زي تعديل قانون التسلل سنة 1925 عشان يتحسب على تاني مدافع بدل تالت مدافع زي قبل كده، وده بهدف زيادة فرص التسجيل. وزي كتابة الأرقام على التيشيرتات لأول مرة سنة 1939. الفترة دي كمان شهدت حاجات مميزة من ناحية المشاركات والنتائج، زي الظهور الأول لتشيلسي في الدوري، وزي إنجاز هودرسفيلد التاريخي كأول فريق يفوز بالدوري 3 مرات متتالية في الفترة من سنة 1923 إلى سنة 1926. وكمان شهدت فوز أرسنال بالدوري لأول مرة كأول فريق من الجنوب يفوز بالدوري سنة 1931. وكمان شهدت الفوز الأول بلقب الدوري لمانشستر سيتي سنة 1937. وفي موسم سنة 1938-1939 بيفوز إيفرتون بالدوري للمرة الخامسة في تاريخه قبل ما يتوقف الدوري بسبب الحرب العالمية الثانية. وده نفس اللي حصل قبل الحرب العالمية الأولى لما فاز إيفرتون بالدوري في موسم 1914-1915. يعني لو فاز إيفرتون بالدوري دلوقتي وفي الظروف اللي احنا فيها دي هنموت كلنا هنموت كلنا. بسبب الحرب الدوري توقف 7 سنوات ورجع في سنة 1946. وفي سنة 1950 بيتم زيادة أعداد الأندية المشاركة في القسم الثالث إلى 24 نادي في القسم الثالث الشمالي و24 نادي في القسم الثالث الجنوبي، عشان يبقى مجموع الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي بكل أقسامه 92 نادي. ما يظبط بقى. في سنة 1951 تم اللعب بالكرات بيضاء اللون لأول مرة، وفي سنة 1956 تم لعب أول مباراة تحت الأضواء الكاشفة وكانت بين بورتسموث ونيوكاسل يونايتد. في سنة 1958 تم إلغاء التقسيم الجغرافي للقسم الثالث، وخدوا أعلى 24 نادي في النقاط من القسمين الثالث الشمالي والثالث الجنوبي وأسسوا بيهم القسم الثالث، وخدوا ال 24 نادي الأقل في النقاط وأسسوا بيهم القسم الرابع. في
في موسم 1960-1961 تم إطلاق بطولة جديدة هي كأس الدوري الإنجليزي، واللي بقى اسمها كأس الحليب بعد كده. تم إطلاقها بحيث يشارك فيها كل الأندية اللي في الدوري الإنجليزي اللي هم 92 نادي، وده بهدف توفير موارد مالية إضافية للأندية. وكان أستون فيلا هو النادي اللي فاز بالنسخة الأولى من البطولة دي. في سنة 1965 تم إدخال تغيير واحد لكل فريق في المباراة الواحدة في حالة الإصابة. وفي سنة 1966 تم إلغاء شرط الإصابة من التغييرات، يعني كل فريق بقاله تغيير واحد في المباراة الواحدة. الفترة دي شهدت أبطال جدد للدوري زي بورتسموث، تشيلسي، توتنهام، إبسويتش تاون، ليدز يونايتد. طول السنين دي كانت مباريات الدوري الإنجليزي بتتلعب في نص الأسبوع، لكن في يوم الأحد 20 يناير سنة 1974 اتلعبت أولى مباريات الأحد في القسم الثاني من الدوري الإنجليزي، وكانت بين ميلوول وفولهام. وفي الأحد اللي بعده 27 يناير اتلعبت أولى مباريات الأحد في القسم الأول، وكانت بين تشيلسي وستوك. ومن هنا بدأت المباريات تتلعب في الأحد والسبت أو السبت الممتاز. وطول السنين دي برضو لما كان فريقين بيتساووا في النقاط كانوا بيفصلوا بينهم عن طريق متوسط الأهداف، اللي هو حاصل قسمة الأهداف اللي سجلها الفريق على الأهداف اللي اتسجلت في مرماه، وده طبعا كان بيخدم اللعب الدفاعي. النظام ده اتغير في موسم 1976-1977 واستخدموا بداله نظام فرق الأهداف، اللي هو الفرق بين الأهداف اللي سجلها الفريق والأهداف اللي اتسجلت في مرماه، في محاولة لتشجيع اللعب الهجومي. على صعيد النتائج، فترة السبعينات شهدت تتويج بطلين جداد بلقب الدوري الإنجليزي، وهما ديربي كاونتي ونوتنجهام فورست. والغريب إن البطلين دول حصل على ألقابهم مدرب واحد وهو براين كلوف، وكان بيساعده بيتر تايلور. والثنائي العظيم ده تم تخليد مسيرته في فيلم ذا دامد يونايتد. فترة الثمانينات تميزت بكوارث الشغب الجماهيري أو الهوليجانز والارتباك التنظيمي، لكنها برضو شهدت تطوير في نظام احتساب النقاط، وشهدت قدوم مدرب تاريخي للدوري الإنجليزي. في سنة 1981 تم تغيير نظام احتساب النقاط، وبقى الفائز يحصل على 3 نقاط بدل نقطتين قبل كده، وده لتشجيع الأندية على اللعب الهجومي وتسجيل الأهداف. في سنة 1985 تأهل ليفربول لنهائي كأس أوروبا للأندية أو دوري أبطال أوروبا عشان يواجه يوفنتوس في النهائي في استاد هيسل في بلجيكا. وبسبب الشغب الجماهيري والتدافع توفى 39 واحد من مشجعي يوفنتوس، وده أدى إلى استبعاد الأندية الإنجليزية من المسابقات الأوروبية لحد سنة 1990. في سنة 1986 الدوري الإنجليزي شهد قدوم المدرب الأسطوري ألكسندر تشابمان فيرجسون أو السير أليكس فيرجسون لتدريب مانشستر يونايتد، وهو حدث لو تعلمون عظيم. في موسم 1986-1987 تم إدخال البلاي أوفس على نظام التأهل من القسم الثاني للقسم الأول، بهدف تقليل عدد الأندية في القسم الأول من 22 نادي إلى 20 نادي خلال موسمين. في 15 أبريل من سنة 1989 وأثناء مباراة نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست، أحداث الشغب تسببت في وفاة 97 مشجع، فيما أطلق عليه كارثة هيلسبورو، واللي كان لها تأثير كبير جدا على الكرة الإنجليزية. في موسم 1991-1992 بعد تقليل عدد الأندية من 22 نادي إلى 20 نادي، بيتم زيادة عدد الأندية في القسم الأول من 20 نادي إلى 22 نادي تاني في ارتباك تنظيمي غريب. بعد التحقيق في كارثة هيلسبورو تم إلزام الأندية بعمل تحسينات في الملاعب الخاصة بها، والتحسينات دي يعني نفقات زيادة على الأندية، وفي نفس الوقت مفيش موارد كافية. والوضع ده خلى عدد من الأندية الكبرى يفكروا في سوبر ليج إنجليزي، لكن الموضوع فضل مجرد تفكير ومحادثات لفترة. في الفترة دي جريج دايك مدير شبكة لندن ويك اند تي في اجتمع مع ممثلين لأندية مانشستر يونايتد، ليفربول، توتنهام، ايفرتون وأرسنال، ال5 أندية الكبرى في انجلترا في الوقت ده أو البيج 5.
جريج دايك شاف انه لو الانديه الكبرى بس اتجمعت في مسابقه، نقل المسابقه دي على التلفزيون هيكون مربح اكتر لكل الاطراف. فاجتمع مع ممثلي الانديه دي عشان يشوف استعدادهم للانفصال عن الدوري الانجليزي مقابل ارباح اكتر. وطبعا مفيش حد بيقول للمكسب لا. على رأي المثل الشعبي ماني توك بولشيت ووك. الأندية بعد كده عقدت مباحثات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واللي كان عنده مشاكل مع رابطة الأندية الإنجليزية في الوقت ده، فشاف إن الانفصال ده لو حصل هيضعف من موقف رابطة الأندية. وفي يونيو سنة 1991 الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيصدر مذكرة بيوافق فيها على تأسيس البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي 17 يوليو سنة 1991 كان الاجتماع التأسيسي للبريمير ليج، وتم فيه تأسيس شركة مستقلة للبريمير ليج بحيث تضمن استقلاله التجاري والمالي عن الاتحاد الإنجليزي وعن رابطة الأندية. وكان المؤسسين هم ال 22 نادي اللي موجودين في القسم الأول من الدوري الإنجليزي في الموسم ده. رغم ان جريج دايك كان له دور كبير في فكرة البريمير ليج، إلا إنه خسر المزايدة على حقوق البث التلفزيوني للبريمير ليج، وفازت بيها شبكة بي سكاي بي البريطانية مقابل 305 مليون استرليني لمدة 5 سنوات. تعيش وتاخد غيرها يا ولد ابوي. البريمير ليج بدأ في موسم 1992-1993 بعد 104 سنة من تأسيس الدوري الإنجليزي. وأول مباراة لعبت في البريمير ليج كانت مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست، لكن أول هدف اتسجل في تاريخ البريمير ليج سجله اللاعب براين دين لاعب نادي شيفيلد يونايتد في المباراة اللي انتهت بفوز شيفيلد يونايتد على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. ورغم كده قدر مانشستر يونايتد يفوز بأول لقب بريمير ليج بعد غيابه 26 سنة عن الفوز بالدوري. في موسم 1995-1996 تم تقليل عدد الأندية المشاركة في البريمير ليج من 22 نادي إلى 20 نادي. أول 10 مواسم من البريمير ليج شهدت سيطرة كاملة لمانشستر يونايتد أكلوا فيها الأخضر واليابس وحققوا 7 ألقاب بريمير ليج. بدأت السيطرة دي بفريق مكون في أغلبه من لاعيبة أصحاب خبرات زي براين روبسون، ستيف بروس، مارك هيوز وإيريك كانتونا وغيرهم، قبل ما يقوم روي كين وإيريك كانتونا بقيادة جيل من الشباب اتعرف باسم كلاس 92 منهم ديفيد بيكهام، راين جيجز، بول سكولز والأخوين نيفل وغيرهم من الشباب. في بداية الألفينات ظهر أرسنال كقطب تاني في المنافسة مع مانشستر يونايتد، وكان من ثمار المنافسة الشديدة دي فوز أرسنال بلقب البريمير ليج لموسم 2003-2004 بدون هزيمة بقيادة المدرب الأسطوري الفرنسي أرسن فينجر واللاعبين التاريخيين تيري هنري، دينيس بيركامب، بيريز، فييرا، أشلي كول، ليونبرج وغيرهم من اللاعبين المميزين. وقتها تم تتويج أرسنال بالكأس الذهبية للبريمير ليج وأطلق عليه لقب The Invincibles أو الفريق الذي لا يقهر. خلال العقد الأول من الألفينات انحصرت المنافسة بين التوب 4 أو الأربعة الكبار مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي وليفربول، وده كان واضح جدا في حضورهم شبه الدائم في قبل نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا طول الفترة دي. في العقد الثاني من الألفينات ومع زيادة إنفاق الأندية وزيادة مواردها المالية ارتفع مستوى المنافسة والتوب 4 بقوا بيج 6 بعد ما انضم لهم توتنهام ومانشستر سيتي، وبقى الحصول على المركز الرابع والتأهل لدوري الأبطال معركة حقيقية. في موسم 2011-2012 مانشستر سيتي قدر يفوز بلقب البريمير ليج عشان يبقى أول فائز من خارج التوب 4 من بعد فوز بلاك بيرن في موسم 1994-1995. في موسم 2015-2016 فاز بالبريمير ليج فريق من خارج البيج 6 ليستر سيتي بقيادة كلاوديو رانييري المدرب الإيطالي العجوز، ورياض محرز، جيمي فاردي، نجولو كانتي، كاسبر شمايكل وغيرهم من اللاعبين المجتهدين. في موسم 2019-2020 بدأ استخدام الفار في مباريات البريمير ليج،
وبدأنا نشوف تسللات بالمليمتر، تسللات بكعب القدم، وتسللات بمشط القدم، وتسللات بالستيرلينج. ما علينا من الحكايه دي. وفي موسم 2019-2020 شفنا كمان تتويج ليفربول بالبريمير ليج بعد غياب 30 سنة، في موسم رائع جدا للمدرب الألماني يورجن كلوب واللاعبين المميزين محمد صلاح، ساديو ماني، أليسون بيكر، فان دايك وغيرهم من باقي الفريق. في يوم 26 أبريل من سنة 2021 وأثناء مباراة ليستر سيتي ضد كريستال بالاس تم إيقاف اللعب للسماح للاعبين المسلمين فوفانا وكوياتيه بالإفطار أثناء رمضان في سابقة هي الأولى من نوعها في الملاعب الإنجليزية. موسم 2022-2023 شهد حصول نيوكاسل على المركز الرابع وبرايتون على المركز السادس ودخولهم للبيج 6 على حساب تشيلسي وتوتنهام، في إنجاز يتحسب للمدربين الرائعين إيدي هاو وديزيربي كمدربين واعدين في البريمير ليج. بداية العقد الثالث من الألفينات شهدت سيطرة كبيرة جدا لمانشستر سيتي على البريمير ليج، في إنجاز يتحسب للمدرب الكبير بيب جوارديولا وكتيبة اللاعبين دي بروين، فودن، برناردو سيلفا وهالاند وغيرهم. وكمان شهدت هبوط ليستر سيتي عشان يبقى تاني فريق فاز بالبريمير ليج يتعرض للهبوط بعد بلاك بيرن روفرز اللي فاز بالبريمير ليج في موسم 1994-1995. مفيش شك يا صاحبي ان الدوري الانجليزي او البريمير ليج هو واحد من اعظم المنتجات الرياضية والترفيهية في التاريخ. يكفي ان هو الحدث اللي بيتابعه ما يقرب من 5 مليار نسمة حول العالم. في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لاصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.